وفي ذلك الموضع أي في عالم القبر تتجلى الأمور الحسنة بصورة حسنة يستأنس بها صاحبها. فقد روى أبو بصير عن أحد الباقرين عليهما السلام أنه قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه قبره 6 صور، فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فيقف صورة أو فتقف صورة عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجليه، وتقف التي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات ال6. قال: فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم؟ جزاكم الله عني خيرا. فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. نعم، قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: من أتم ركوعه لم يدخله وحشة القبر. وروي عن ابن عباس أنه قال: عذاب القبر 3 أثلاث: ثلث للغيبة، وثلث للنميمة، وثلث للبول، أي للذي لا يحسن التطهير من بوله.